إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبينا نوريكم نموذج على المباشر، نموذج لبناء سور تقليدي اللي تابع لأحد القصور القديمة بولاية الأغواط، يعود تاريخها إلى حوالي 16 قرن خلت. كما راكم تلاحظوا أنا هذه بناء الجدار، هذه الصهاريج اللي نملؤوها بالماء ثم نطفئ فيها الجير، وهذه خلطة اللي متكونة من طين زايد المستحلب الجير. كما راكم تلاحظوا هنايا فيه تحضير لهذه الخلطة لعملية البناء. إذن هذا الجدار كما راكم تلاحظوا هذا النوع يتكون من نوعان، هي طريقة المزج وطريقة السنبلة. هذه الطريقة السنبلة تلاحظوا فيها أمامنا هي لتمتين الجدار، لتمتين الجدار لإعطاه صلابة أكثر، اللي نقولوها بالعاميه احنا او بالفرنسيه في بلاصه السانتوره او لا سانتور اللي يديروها حاليا بواسطه الحديد. هنا راه يقوم العامل بترميم الجدار او بنائه ووضع مختلف القطع الحجريه، والجدار هذا تلاحظوا فيه السمك تاعو حوالي متر او يفوق، لانه بالطبع هو عباره عن سور دفاعي، في الاصل سور دفاعي لهذا القصر. هنا نقوم بملء الطين هذا ثم وضع الحجارة مع خلط بعضها البعض. هذه مباشرة حبينا نوروكم على المباشر عملية ترميم أو عملية بناء جدار أو سور كما راكم تلاحظوا أمامنا. نتمنى أنكم ديتوا فكرة ولو قليلة على هذا السور، وجديد إن شاء الله فيديوهات في القادم إن شاء الله.